السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يعني انا قمت لبيت النونوة، مش عارفة والله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالى النهارده هنعمل ايه؟ كوبوبة الصلاة بتاعت زمان كده. الصلاة ديت بتاعت جدة امي، يعني ستها ام ابوها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بدون ما نبغى بصلتنا هما وفصين توم ومتخرطين في تخريط كبير، واحنا دجناهم. هنضيف عليهم الخضرة بقدونس وشبت، خضار مشكل يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بنحبها فيها خضرة يعني شوية مقدرة، شوية الخضار فيها حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربع كيلو الرز، ربع كيلو لحمة صدور او لحمة جمسي، صدور فراخ او لحمة جمسي، عليه نص كيلو رز. ممكن تحط 3/4 مادام هتحطها في الصلاية، 3/4 الرز على حزمة بقدونس على شبت ربطة حلوة كده، والبصلتين والفصين الطبي. انتي تمشي الكفتة اللي فيها لا، تقاليد الصلاة ديت يعني خضار بالبصل. سبحان الله، غير اللي بتتعمل في الكب، غير اللي بتتعمل على ايديا. يعني انا بعملها للفيلم، سبحان الله بتاعت الصلاة تبقى لها نفس كده، وبرضه طعمة الصلاة برضه. متنسوش اللايك والشير واشتراكي في القناة. بإذن الله هنعمل هوريكم كل أكلاتنا أكلاتنا وتقاليدنا وعاداتنا اللي هي في الريف إن شاء الله، في القرى بتاعت زمان الجميلة اللي هي سبحان الله لها نفس ولها حاجات لحد دلوقتي قاعدة معانا. حطينا طبعا اللحمه زي ما انتم شايفين كده، وعليها الرز اهوت. الرز مغسول بس نشفناه جففناه يعني. وكله بقى دي كوبوبة الصلاة، غير الكوبوبة الصحيحة اللي احنا بنلفها على ايدينا، دي بنسميها في بعضها. بس انت امنه بقى. بص بقى لما بص كده بقى بنحط الرز. الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل النهارده طبق بتاع زمان كده اهو، هنخرطها ديت سبعين. هيفيد ده يعني. طبعا تخريط السبانخ زي ما انتم شايفين كده لازم يعني تكون على قد ما تقدري نعميه. بنشطفها كده ونغسلها غسله حلوه اهو. في ناس بتغسلها قبل ما تخرطها، وفي ناس بتخرطها وبعدين تشطفها وتنشلها بتصفي. هنشيلها كده. الصالح لكم اعملوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا بصلتين
كسر الطماطم. بس هتتسبك، وبعد التسبيك هنشوف احنا هنعمل ايه. طبق كده مركون بتاع زمان، والمفروض نرجع نحطه تاني على سفرتنا اهو. الطماطم يا دوبك تغلي غلوه كده، وهنبدا نظبط الخضار فيه زي ما انتم شايفين كده. يعني مش هنستنى لحد ما الطماطم تجي تتسبك التسبيكه اللي هي يا دوبك تغلي غلوتين. وما تستنيش على ما السبانخ تخدل من نفسها وتقعد يعني تحت ده هينتهي، لا، وانت بتحط كده حبه بحبه زي ما انت شايفه كده، تروح جايبه اللي تحت عشان تلاقيها خدلت مره واحده. ما تستنى وتقفلي عليها ده اكبر غلط. لازم الخضار ما تستنوش اللي هو اللي يعمل من نفسه، لا، انت اللي تعمليه اهو. الطماطم بتغلي وتقليبك فيها هتخدل، لان تسويه الخضار اي خضره ما بتحتاجش ولع كتير، وما تسيبهاش على نار كتير عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. ديت حلاوه الطبيخ اللي هو الخضار بالذات، اي خضار ما تسيبوش على النار كتير. وربنا يحسن ما بين ايديكم ويحسن ما بين ايدينا، ويا رب نكون نفع لبعض. وما تنسوش اللايك والشير واشتراككم في القناه، يوصلك كل ما هو جديد باذن الله. حاجات بسيطه ومفيده، وطبق ما شاء الله ولا قوه الا بالله. على فكره انا عامله السبانخ دي بكذا طريقه على القناه، لو حابه تعرفي يعني تشرفيني وتنوريني في قناتها، هتعرفي كذا طريقه للسبانخ. في ترل السبانخ والعلاج الانيميا، وفي سبانخ بالعدس يعني ما شاء الله هتزوري هتلاقيه اللي انا بقول عليه. بعد ما خدلت الكميه ديت فبتعمليها بالمعلقه، بتحطيها اهوت ما شاء الله، وكده بقى مش هتاخد منك وقت. احسن من انت مثلا كده، انت عارفه الخضار بيبقى هايش. بس بقى بعد ما تفعلناها دي اللي انا بقول عليها مش باينه غلوتين، وهيبقى دي طبق خضار بس، مش هنحط فيها اي اضافات. طبق خضار ولا فيه بس الخضار بتاعها محتفظة بيه. ديت النتيجة اهي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبق خفيف وخضار ومن غير اي اضافات، يتحط يعني على السفرة، او ممكن تعمل وجبة غذائية كاملة من غير لحمة ولا اي حاجة، لانها هي اصلا السبانخ كلها حديد. انا بقول حاجه وحشه، بقول له على ده حطينا الجرد اهوت، وحلاوتها اللي انت حطي جردها مغلي. شوربه عندك مرقه في الميه وتعملي لها مرقه. اهم حاجه اللي انت هتحطيها عليها تكون مغليه، ليه؟ عشان تتماسك على طول. وبعدين الصلايه ديت يعني كلنا عندنا الهون او الصلايه الصغيره، ممكن تستعمليها وتستخدميها. انا حبيت اوريك التراث القديم كان بيعملها ازاي، او الناس جدتي وستي بتعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطينا اهوت الجعده اهوت، وانت شايفه الجعده ما بتتغطاش، هتغطي وتعمليها وتوطي عليها بقى زي تسويتها، ده زي تسويه الرز. اول ما بيغلي تروحي مهديه عليه. ده ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. جميله ما شاء الله، نفسها وطعمها وما شاء الله، الله اكبر. بصوا من جواها، على فكرة هتحبوها، ويعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الدجاجية كلها مشهورة بالكبيبة دي. على فكرة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظ الله. ممكن تتحمر، ممكن تتعمل، عملتها متحمرة، بس يعني
كل حلقة كده لها مقتطفات ان شاء الله بإذن الله، واحنا مع بعض. متنسوش اللايك والشير واشتراككم في القناة. في رعاية الله وحفظ الله.